انت زوجتك على اللقاء مع كلمة رئيس بلدية بلاط عبد العتيق بضيافة أهل دياب وإلي دياب عضو لائحة قولنا والعمل في بلاط. بس يكون في انتخابات عبر مجلة العالمية خارج عن إطار إذا المعركة محسومة أو لا، بس بقول لكم إنه المعركة محسومة بإذن الله. ولكن بدي أطلب منكم إنه نكون 4 أيار صباحا عم ننتخب المشروع كامل متكامل. نحن يا إخوان أصحاب مشروع، تعرفونا كثير منيح. المشروع بلش أنا والمجلس البلدي فعليا بال 2019 مع كل الظروف السوداء اللي مرقت على لبنان، من وباء، من انهيار اقتصادي، من انهيار أخلاقي، من حرب، تسكير المؤسسات والوزارات. بقينا عم نناضل نحن والشباب الأعضاء الكرام اللي موجودين هون وكتار من الأحبة رؤساء البلديات السابقين ومن ضمنهم رئيس بولس. الحقيقة عملنا خليط أزمة وكنا كلنا واقفين على الميدان معرضين حياتنا للخطر بوباء ما بنعرف شو نتيجته ولا بنعرف شو ممكن يصير فينا لا سمح الله إذا انصبنا، وكتار منا انصاب. ولكن بالصمود وبالوعي وبخدمة الناس صمدنا، وهلا نحن هون كلنا بيناتكم. نحن بدنا نجدد عهدنا على 2025 نحن وياكم. أنا بدي حيي كمان رئيس سيسين، بدي حيي الأعضاء الجداد اللي هن معنا. نحن فريق عمل متكامل، أصحاب اختصاص، جايين نكمل مشروع بلش مع زيادة بمشروع، وخصوصا مواكبة العصر. نحن رايحين نعمل government يا اخوان، رايحين تصير بلدية بلاط نموذج للعمل البلدي المتطور. رايحة البلدية تصير البلدية الذكية، وهيدا كله مش شعارات، هيدا أسسنا، أخذنا القرارات نحن والأعضاء الموجودين هون، أخذنا الموافقات الحكومية من وزراء من أهل الاختصاص بالحكومة الكريمة، وهلا بلش التطبيق. أنا بدي أقول لكم إنه عبكرة عنا إعلان اللائحة الساعة 7 من كنيسة مرعبدة. لا، من كنيسة مرعبدة مش من بيتي، كل عم يسألني. بيتي بيتكم، ولكن هالساحة وهالكنيسة وهالقديس هو شفيع الضيعة، وهالقديس شريكنا وواقف حدنا، عنده عصا بتعجبكم مزبوط، وهيدي العصا أنا متهدى فيها، وهيدي العصا بدها تعمل شغل كتير كبير ب5 أيام بعد النتيجة. العصا من اللي عصا. أنا رجل مؤمن يا إخوان، وبصلي وبإيماني بقيت موجود بيناتكم هون. تعرضت لكتير أمور، التزمت الصمت. الهدف كنت ما أكون بيناتكم، والهدف كنت ما أكون رئيس البلدية. التزمت الصمت كرمال بلاط. ما حدا أكبر من ضيعته يا إخوان، ما حدا أكبر من مدينته. أنا اللي بدي أقول لكم عنه 4 أيام نهار منه عادي لبلاط. بلاط السيدة اللي طلعت من تحت الركام وشكت العلم على أعلى قمة، ممنوع ينزل العلم. برافو. ممنوع. بلاط ما تابعة لحدا، وما حدا بحطها بالسيلة بجيبته. بلاط هي بتقرر مصيرها. وهالوجوه اللي قاعدة هون، هالوجوه الطيبة الكويسة الواعية، هي سيدة القرار. أنا بدي أقول لكم إنه بكير، 4 أيار بكير، بدنا نطلع النتيجة بكير ونحتفل بالفوز بكير نحن وياكم. بيطلعوا بكير. أول شغلة، اللائحة مثل ما هي لازم تنزل يا أخوان. لا ابن عمي ولا جاري ولا حبيبي ولا هي محسومة. شيء ثاني، طولوا بالكم يا شباب، طولوا بالكم. جبنا مختارين لبلاط، أصبح عندنا 4 مخاتير، ضيعة فيها 42,000 ساكن، وفي الخامس بوعدكم ب25 سنة ال25 رح يتم الموافقة عليه. اليوم نحن ملتزمين بالمختار بطرس زخيل الصيفي. هي ظاهر
الملقب بالويس وروجيه ميشيل القصيفي بدهم ينزلوا مثل ما هن تينجح مشروع قولنا والعمل، لانه نحن هذا المشروع منه جاي بشعارات حبر على ورق. حضرتك انت بتفهم بالاشياء حضرة صاحب المطعم، بدنا نعمل له نتج هالاسم من وراء الشغل يا اخوان، من وراء الشغل على الميدان. انتوا شفتوا شو عم نعمل، عم بيقولوا عم نشتغل. لك يا اخوان ليش نحن وقفنا شغل 6 سنين؟ خبروني تشوف في شي نهار بلاد ما كان فيها ورشه. بكفي النفايات اللي شالت كل يوم كل يوم كل يوم. البلد مرق بأسوأ أزمة، بقينا واقفين بمحبتكم وبثقتكم، ونحن بدنا نكمل ومكملين، وما رح نقبل حدا يوقفنا ولا شيء يوقفنا. نعم. فبقى عبكره عنا اعلان اللائحه، بدنا اياكم كبار وصغار موجودين حدنا، و4 ايار باكرا. هلا الي بيتاخر بالوعي، بدنا نحكي مع مدامته. انا رح وعيك. وعي بكير. انا بوعي. علي توعي. انا بشكركم بحييكم. انا بدي اعتذر رح فل بكير لانه كنا بنقل مباشر لكلمة رئيس بلدية بلاط أركبون ومفتيتا عبد العتيق المرشح لرئاسة البلدية مجددا بعهد جديد مع فريق جديد مع لائحة اسمها قولنا والعمل. وهيدا النقل مباشر عبر مجلة العالمية، قناة اليوتيوب، وصفحاتنا الإلكترونية وجميع صفحاتنا وجروبات الواتساب. مجلة العالمية. فبقى يا اخوان نحن وياكم اهل واحبه، ولا نهار الا ما كنا سوا بالسياسه الكبيره والسياسه الصغيره. نحن وياكم بدنا نبني مستقبل افضل لاولادنا. 200 شخص خارج لبنان من هالضيعه، ضيعه 1647 منتخب، في 200 خارج لبنان بسبب البطاله، بسبب عدم وجود سوق عمل. هذا كله من عدم الوعي والاستدراك من السلطة الحكومية ومن السلطة التنفيذية. نحن اليوم بدنا نعمل اكتفاء ذاتي. نحن عنا الصناعة، عنا التجارة، عنا الزراعة، عنا أهم صرح جامعي وأكاديمي، عنا المدارس، عنا السياحة. فبقى نحن حاضرين نعمل اكتفاء ذاتي. بدنا نتعاون ونتكاتف لننفذ مشروع قولنا والعمل. أنا برجع بقلكم لايحة مثل ما هي ولايحة المخاطير في مختار محرر، بنبقى نقلكم كيف رح تصير القصة، ولكن نحن ملتزمين بهالثلاث مخاطير. أنا بشكركم، بشكر عائلة آل دياب، بشكر زميلي وحبيبي وصديقي خينا إلي. توني بحييك أنا جو كيفو. جو بحبك. أنا اللي بحبه. فبقى أنا بدي استأذن، حكينا اللي بدنا نحكيه، لقائنا على مر الوقت. نحن يوميا لازم نضلنا عم نكون سوا هالفترة لنمرق هالمرحلة ونخلص بإذن الله الانتخابات بخير وسلام. بس لعينك بدي بعتذر بكره الساعة 7 بمرعبدة ناطرينكم. يلا.